يا شيخ، هل الإمام في الصلاة له أجر غير المصلين؟ وهل الإمام يتحمل أخطاء المصلين خلفه؟ مثلا الإمام يتحمل الخطأ الذي يفعله يتحمل كمان المصلين اللي خلفه؟ افهم. أولا، أهل الإيمان يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والله قال: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. واختار الله للنبي محمد أن يكون إماما. فالإمامة في الخير لها فضل. كم هو الله أعلم. كم هو الله أعلم. ورد أن النبي قال عليه الصلاة والسلام وفيك في شأن الصلاة: صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم، أي صلوا وراء الأئمة، إن أصابوا لكم ولهم، من أخطأوا فلكم عليهم. لكن هل أنت مثلا في صلاتي خلف الإمام تفعل أشياء خطأ من نفسك، هل الإمام يتحمل منها شيء؟ لا يتحمل منها شيء. فهمت؟ وإذا الإمام أخطأ؟ إذا الإمام قصر عن عمد، مثلا كإمام يؤخر الصلاة حتى يكاد وقتها أن يخرج، كما كان يفعل بعض أمراء الأمويين، يأخرون الصلاة حتى يكاد وقت العصر يدخل، صلي الصلاة لوقتها ثم صلي معهم. في بعض الروايات الأخرى: إن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. لكن أنت صلي الصلاة في وقتها. بارك الله فيك.